بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فقد سمعنا خلال الأيام السابقة بأن المملكة العربية السعودية ستقدم على إعدام 3 من كبار العلماء المصلحين، وهم فضيلة الأستاذ الدكتور سلمان عودة حفظه الله ورعاه، وفضيلة الدكتور عوض القرني حفظه الله ورعاه ونجاه، وفضيلة الدكتور علي العمري حفظه الله ورعاه. هؤلاء ال3 معروفون على مستوى العالم الإسلامي باعتدالهم ووسطيتهم، وأنهم حقيقة هم الذين كانوا اعتدال الشباب ومنع الشباب من الوقوع في براثن الإفراط والتفريط. هؤلاء اليوم مع كل ما قدموا، مع كل هذه الأفكار المعتدلة، أفكار الرائعة المؤثرة، هذه الدعوة المباركة، سمعنا بأنه يراد إعدامهم. الله أكبر. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فهذا ظلم كبير وجريمة كبرى في حق العلماء وفي حق الإنسانية، لا سمح الله لو تم ذلك، لكن إن شاء الله لن يتم ذلك بإذن الله تعالى، لن يتم ذلك بإذن الله تعالى. فهذا ظلم كبير. الله سبحانه وتعالى يقول في القتل العادي: أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا في الأمر في الشخص العادي، فما بالك بشخص من العلماء الربانيين. لذلك نناشد كل من فيه روح، كل من فيه ضمير، كل من فيه دين، كل من فيه رحمة، كل من فيه خوف من الله سبحانه وتعالى ومن عذابه، نناشدهم جميعا بالمساهمة في إنقاذ هؤلاء العلماء. نطالب المملكة بإطلاق سراحهم، ولا أقول بمنع إعدامهم، وإنما بإطلاق سراحهم، فالحبس ظلم والظلم ظلمات، وإن الله يمهل ولا يهمل أبدا، وأملنا كبير في أن يتم ذلك. كما نناشد العالم الإسلامي كله بعلمائه ومفكريه أن يقفوا وقفة رجل واحد لمنع هذا الإعدام. كما نطالب علماءنا الكرام بالقيام بواجبهم من الاعتصامات القانونية والوقفات القانونية أمام السفارات هذه الدول وأمام الأمم المتحدة لمنع هذه الجريمة النكراء بحق هؤلاء العلماء. أطالب كذلك الخيرين، وأطالب المجتمع السعودي كله وبجميع مكوناته أن يمنعوا إعدام هؤلاء، ولا أعتقد إن شاء يتم ذلك، فالسعودية فيها خير كثير من خلال ما فيه من بلاد الحرمين الشريفين. فبارك الله فيكم جميعا، وقفوا وقفة رجل واحد إخوتي الكرام ضد هذه الجريمة. لو وقعت والله كارثة إنسانية وكارثة إسلامية على مستوى الجميع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هؤلاء العلماء، وأن يوفق القادة لما فيه الخير للإسلام والمسلمين، وأن يستجيبوا لمناشدتنا ومناشدة العلماء. فبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.